قال رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. قال: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذلك قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. ما شاء الله. هذا الباب أيضا كسابقه، هذا الباب كالذي قبله، فيه التحذير من ماذا؟ من الغلو في الأنبياء والصالحين، وهكذا الغلو في الملائكة. كل من غلا في شيء فإنه يدخل في هذا الباب. والواجب في الصالحين وفي الأنبياء وفي الملائكة إعطاءهم ماذا؟ حقهم الذي أعطاهم الله عز وجل من محبتهم والثناء عليهم واتباعهم في الهدى والنور. هذا هو الواجب، وليست عبادته، وليس إعطاءهم شيئا ما أعطاهم الله عز وجل، يعني يرفعون فوق منزلتهم التي أعطاهم الله عز وجل. فهم عباد من عباد الله، لا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا ولا ضرا ولا نفعا، ولا يملكون شيئا من خصائص الربوبية والألوهية التي هي لله عز وجل، فلا يملكون شيئا من ذلك. فالواجب إعطاءهم حقهم، محبتهم شرعية واعتقاد والقول بأنهم لا يملكون شيئا من الضر والنفع، ولا يدعون ولا يستغاث بهم، لا يعني تتخذ قبورهم مساجد. والناظر كما سبق معنا، الناظر في عبادة المشركين السابقين من العرب واليهود والنصارى، وحتى اليوم في هذه الأزمنة يجد أن تلك العبادة لغير الله سببها الغلو في الصالحين. نحن يجب علينا، على كل فرد يجب عليه أن يحذر، لأن الشيطان يحرص على المؤمن أن يوقعه في الشرك بالله عز وجل عن طريق الغلو، عن طريق البدع، عن طريق الجهل. يسلك مسالك عديدة لكي يوقع الإنسان في الشرك بالله عز وجل الذي هو أعظم الذنوب. فيجب على الأمة كلها أن تحذر الغلو في الدين، وأن تحذر الشرك بالله عز وجل، وأن تقيم توحيد الله عز وجل، وأن ننظر إلى العلماء وتآليفهم ودروسهم ممن سبق وممن هو اليوم، كتبهم منشورة والحمد لله، كتب أهل السنة، نجد أنهم يركزون على قضية التوحيد وعلى الثبات عليه. يثبت الإنسان، ثبت نفسه، وذلك بالدعاء، بقراءة القرآن، بقراءة كتب أهل العلم، بالجلوس في حلقات العلم التي تثبت القلب، سبب في تثبيت القلب على الإيمان وعلى الهدى. وبالتالي يحذر كل وسيلة تؤدي إلى الشرك بالله عز وجل، وأعظم الوسائل الجهل. يجهل الإنسان الأمور، يجهل العلم الشرعي، يجهل العقيدة الصحيحة. هذه من المخاطر العظيمة التي يجب أن نحذرها ونذكر بها دائما. ينبغي للإنسان أن يتعلم العلم الشرعي المبني على نصوص الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. وأعظم العلم بعقيدة التوحيد، العلم بالعقيدة الإسلامية الصحيحة، والتحذير والحذر مما يضاد هذه العقيدة، إما ينقصها وإما ينقضها. هذا واجبنا جميعا، نذكر بذلك أولادنا ونساءنا وطلابنا وإخواننا وزملاءنا، جماعتنا في المسجد، بقدر ما يستطيع الإنسان منا
خصوصا أنتم طلبة العلم وفقكم الله بارك فيكم، تحملون المسؤولية العظيمة، كلنا أصحاب يعني حمل وأمانة للمسؤولية هذه، يجب أن نحرص على أدائها وعلى القيام بها كما أمرنا الله تبارك وتعالى وأمرنا رسوله عليه الصلاة والسلام. هذه الفائدة الأولى من هذا الباب. الفائدة الثانية تتحدث، ذكرنا بالنسبة للات وسبب يعني معنى هذه الآية، وأن هذا عبارة عن رجل أو هو رجل كان في الجاهلية يلت السويق فمات فعكفوا على قبره وعبدوه من دون الله عز وجل، وسبب ذلك الغلو. في حديث ابن عباس الأخير قال لعن رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. لعن النبي عليه الصلاة والسلام دعاء، لعن النبي عليه الصلاة والسلام على بعض أهل المعاصي، ومنهم الذين يزورون القبور الزيارة الشركية أو الزيارة البدعية، لعن رسول الله يدعو عليهم، أو هو يذكر ما أوحاه الله عز وجل إليه. واضح؟ فالله عز وجل يوحي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، والسنة هي وحي من الله تبارك وتعالى، وحي ثاني، ويجب الإيمان بها على أنها وحي ويجب الالتزام بها. ومن جملة ذلك هذا الحديث طبعا الشاهد منه في موضوعنا هذا المتخذين عليها المساجد والسرج، المتخذين عليها المساجد والسرج، فهم يعني يتخذون المساجد على القبور ويشعلون النار لإظهار معصيتهم، لإظهار ماذا؟ معصيتهم، فيوقدون السرج ويضيئون السرج دلالة على ماذا؟ على معصيتهم وعلى غلوهم في تلك القبور. وفي هذا تحذير من البناء على المساجد، على القبور بالمساجد، وتحذير من إشعال السرج عليها، إشعال السرج عليها إما بنار أو بلمبة توضع عليها. واضح ولا لا؟ هذه أيضا من الأمور الخطيرة. الفائدة الثالثة بيان الزيارة للقبور، حكم الزيارة للقبور. الزيارة للقبور فيه زيارة شرعية وهي زيارة الرجال للقبور والدعاء لأصحابها من أهل الإيمان، يدعو لهم بما ورد أو بالدعاء العام، يعني ليس شرطا الذي لم يحفظ مثلا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية، أو اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. أنواع من الروايات واردة. الشاهد أن الزيارة الشرعية هي زيارة الرجال للمقابر للدعاء لهم ولتذكر اليوم الآخر، تذكر مصير الإنسان، هذا هو المشروع ويؤجر على ذلك، على هذه الزيارة. النوع الثاني زيارة بدعية، أن يذهب إلى مقبرة من المقابر لكي يقرأ القرآن في المقبرة أو لكي يصلي، نعم، يعمل عبادة يظن بأنها تقرب إلى الله وتزداد حسناته بسببها، وهذا مجاوزة الحد. ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن صحابته الكرام أنهم كانوا يفعلون ذلك. الزيارة الثالثة الزيارة الشركية، زيارة شركية وهي الزيارة لقبر من القبور أو لعدة قبور ليقصد منها جلب نفع من المقبور أو دفع ضر بدعائه، بالاستغاثة به، بذبح النذر عنده، بالصلاة له، الركوع والسجود وما شاكل ذلك من صرف أنواع العبادة. فهذه زيارة ماذا؟ شركية، حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام ويجب الحذر منها. أما بالنسبة لزيارة النساء فهي
خلاف، أقوال لأهل العلم فيها، منهم من يرى التحريم وأن المرأة لا تزور المقابر لهذا الحديث: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. والرأي الثاني يرى بأنه يجوز إذا خيفت الفتنة منها أو عليها، فإنه يجوز لها أن تزور المقابر، ويستدلون بفعل عائشة رضي الله عنها، وأنها ذكرت بأنها مرت على أخيها سلم عليه وهو في المقبرة. والمسألة خلافية، ولكن الأحوط والأرجح عدم الزيارة للنساء في المقابر. وأما حديث عائشة رضي الله عنها فهو حديث صحيح ولا شك، ولكنه ذكروا بأنه يحمل على مرورها، ولم تقصد الذهاب إلى المقبرة وداخل المقبرة، مرت بالمقبرة فسلمت. وهذا دليل أيضا لمن مر من المقابر منا ولم يدخل المقبرة، هل له أن يسلم؟ تعتبر زيارة؟ الجواب نعم، وهي من أنواع الزيارة، فيها تيسير على الناس، يسلم الزيارة، يسلم عليهم السلام المشروع والدعاء المشروع. فالأحوط تركه هذا الأمر، وهو لأنه قد ورد في تعليلات أيضا لهذا الحديث، ورود هذا الحديث وغيره من الأحاديث، ولأن المرأة ضعيفة ربما يؤدي بها إلى أمور يعني محرمة، فقطعا لهذه الأمور وهذه الوسيلة يقال بأنه يحرم عليها زيارة المقابر، والعلم عند الله تبارك وتعالى. حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ولو في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. كل المقابر إذا طلقت تطلق على المقابر جميعا. نعم، يعني إذا دخلت لا سمحوا لا يدخلون الآن لروض الشريف. هم إذا سمحوا عندهم رأي يعني بالنسبة للحكم هذا، هم يسمحوا لهم يدخلون روض الشريفة، إذا دخلت ما تذهب تسلم عنها. نعم، يقولون ما هو الآن التصريح للروضة. نعم، وقت محدد لهم وينبغي التقيد به. واضح الحمد لله. كثير من أهل العلم يرجحون عدم، الوالد رحمه الله يرجح الجواز. نعم، الوالد رحمه الله يرجح الجواز. نعم، هكذا الشيخ أحمد أيضا رحمه الله. نعم، هذا ما تيسر في هذين البابين، وفقنا الله وإياكم. شيخنا أحسن الله إليكم. نعم، وضع السرج كذلك إضاءة المقابر كذلك تدخل فيها. لذلك عندنا ما تجد هذا. نعم، بدأوا فترة ومنعوا، مستدلين بهذه أنها تعتبر سرج، وإن كان يعني على الأطراف بعضهم يرى أنها لا تكون يعني مخصصة لمقابر معينة أو لقبر معين أو لقبور معينة، تكون من أجل الإضاءة للناس عندما يحتاجون إلى الدفن ليلا.